ايه هي اجراءات نقل ملكيه الوحدات داخل المطورين؟ انا جاسم وليد، ودي سلسله اعرف قبل ما تشتري. نقل الملكيه ببساطه هو ان لو حضرتك بتبيع او بتشتري وحده داخل مطور عقاري، ما تروحش تعمل عقد خارج الشركه، والافضل انك تروح تعمل التنازل بتاع الوحده دي جوه المطور عشان تضمن حقك، لان في عمليات نصب كتير جدا، لانك ممكن تتفاجئ ان الوحده دي اتباعت لاكتر من فرد. تعالى معايا هقول لك ايه هي الاجراءات ببساطه اللي تضمن بيها حقك. لو بتعمل تنازل داخل مطور، في بعض المطورين بيطلبوا شهاده بالتصرفات العقاريه، وفي بعض المطورين لا. طيب القانون هنا بيقول ايه؟ القانون بيقول ان ضريبه التصرفات العقاريه تتم على البيع بعد التنازل. طيب في حاله ان الشركه عايزاها مني قبل التنازل، بعمل ايه؟ حضرتك لو المشتري بتدفع عربون للبائع بيغطي قيمه التصرفات العقاريه، وبنعمل ورقه اسمها وعد بالبيع، بتضمن لك انه هياخد الفلوس منك كعربون يروح يدفعها تصرفات عقاريه، ويجيب الشهاده تروحوا بيها انتوا الاثنين للمطور، نعمل وقتها التنازل وتديله بقيه مبلغ الوحده. واهم حاجه تتاكد ان شهاده التصرفات العقاريه اتكتبت باسمك، وتحدد معاه ميعاد في نفس اليوم تطلعوا على المطور تخلصوا كل حاجه هناك. ولازم حضرتك تبعد تماما عن الشهر العقاري في الحالات دي، لان العقد البيع اللي صادر من الشركه بينفي اي تعاملات خارج الشركه او اللجوء للشهر العقاري، وبيتيح التنازل فقط عن طريق الشركه نفسها، وده بموافقه كتابيه من البائع. المميز في الموضوع ده ان اللي بيبيع لك مش هيقدر يبيعها لاي حد تاني، لان المطور في الحاله دي بيسحب منه العقد وبيلغي اسمه من على السيستم خالص، وحضرتك بتكون المالك الاول للوحده. لو حابب تفهم العقار من الالف للياء وعجبك الفيديو ده، ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده من سلسله اعرف قبل ما تشتري.